زوجوها قصرا للحجاج. الحجاج قال لابوها انا اتزوج بنتك، بالله عليك الراجل يقول له ايه؟ الحجاج ما كانش ما عندوش تفاهم، لغه التفاهم من ثقلت عليه راسه فانا احملها عنه. حنون يعني سبحان الله، أنا اللي راسه ثقيله شيلها عنه خلاص. انت شايف راسك ثقلت عليك شيلها لك سبحان الله. ومن كان له داء لا يشفى منه فعندي دواء، هو الدواء عنده جاهز. المهم زوجوه هند. رأت هند ان الحجاج قاسي خارج البيت وقاسي داخل البيت، فجلست امام المرآة تمشط شعرها وهي لا تدرك ان الحجاج خلفها. فبتقول ايه؟ بترنم يعني بترنم. قل وما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل. حجاج واقف بس مش واخده بالك. يعني سبحان الله العظيم، انما هند مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل، فان انجبت مهرا فلله درها وان انجبت بغلا فمن ذلك البغل. ونظرت في المرآة وجدت مين؟ الحجاج من كبريائه وصلفه وجبروته رجع الديوان ونادى خادما له قال ابلغ هندا في كلمتين انها اصبحت طارقا مني، لو قلت لها الكلمة الثالثة لقطعت رأسك. كلمتين بس. الرجل ضرب اخبار الانسان. اصل يقول الحجاج يقول لك، دول كم كلمة؟ دول ثلاثة. يقول الحجاج. الولد راح من الاختراع، الحاجة وليدة الاختراع يعني، خلي بالك انت. فقال لها كنت فبنتي. كنت فبنتي يعني كنت ايه؟ زوجة. فبنتي يعني ايه؟ أضعت. قالت كنا فما فرحنا وبنا فما حزنا. الحمد لله. وصلت القصة على كفوف الراحة الى دمشق، حيث عبد الملك بن مروان امير المؤمنين اعجب بهذه الشخصية العظيمة. انقضت العدة خطب هند. ده العبقرية دي. اشترطت هند لموافقتها ان ينتقل هودجها من بغداد الى دمشق، والذي يقود ويمسك خطام الناقة الحجاج نفسه. ويا ويلك اذا وقفت امام من يستطيع. خلي بالك، تفاهم وانا فاهم يعني. تقفش امام القطار ولا تأكل مع الاسد يعني. كل مع الارنب مع الظبي يعني. المهم الحجاج بامر من امير المؤمنين يا حجاج خد خطام زوجة امير المؤمنين. ما خلاص زوجة امير المؤمنين. فركبت الهودج والقت على الارض دينارا من ذهب. قالت يا غلام انت يا ولد. خلي بالك انت مين الغلام ده؟ ده اللي مجنن الدنيا. خلي بالك قتل 120,000. سبحان الله لا اله الا الله. يا غلام ناولني هذا الدرهم. يا متعمدة. فامسك الدينار. قال هذا دينار يا سيدتي. الدينار من الدرهم. قالت الحمد لله الذي ابدلني بدل الدرهم دينار. دي تصفية حسابات. خلي بالك انت تصفية ايه؟